حاضر مع المتهم طلب وبحق براءة المتهم مما أسند إليه من اتهام تأسيسا على بطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته، تجاوز ضابط الواقعة لحدود الاستيقاف، بطلان القبض والضبط والتفتيش لانتفاء ثمة حالة من حالات التلبس، وعدم وجود إذن من النيابة العامة، عشوائية العينة واختلاطها، انتفاء ركن الرضا، تناقض أقوال ضابط الواقعة مع أقوال فني المعمل، عدم جواز إخضاع المتهم لإجراء مثل هذا التحليل. معاليك احنا بنبدأ دفاعنا وبعد كده المرافعة. معاليك بداية معالي المستشار، كما تعلمنا من عدلكم الموقر أن نبدأ مما انتهت إليه النيابة العامة، ألا وهو أمر الإحالة الوارد بالأوراق، وأن نسبت إلى المتهم بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر، وأنه قاد مركبة كونه واقعا تحت تأثير المخدر. الأمر الذي ننازع النيابة العامة فيه لأنه لم يوجد في الأوراق ولا يوجد في الأوراق ثمة أحراز ثبتوا أن المتهم حازها أو أحرزها. ثم حديثنا الأول عن بطلان الاستيقاف مع المستشار، أنه كما تعلمنا مع عدلكم الموقر وما اتفق عليه الفقه والقضاء وأحكامكم الجليلة أن للاستيقاف مبررات، وكلنا جميعا نعلمها، أن يضع المتهم نفسه طواعية واختيارا موضع شك وريبة حتى يجعل رجل السلطة العامة أو ضابط الواقعة يستوقف المتهم. نفترض جدلا ان كان في داعي للاستيقاف، ان الضابط يوقف المتهم. القانون معاليك خول لضابط الواقعة في حالة الاستيقاف ان هو يسأله عن اسمه وعنوانه ومحل اقامته وعن المبرر الذي دعاه للارتباك او ان هو يضع نفسه موضع شك، ولم يخول القانون له اكثر من ذلك. لم يخول له قبض على المتهم او تفتيشه او ثمة اجراء اخر، اللهم الا اثناء استيقافه اتضح للضابط او اكتشف جريمه حال تلبسه بها. وهنا القانون حدد حالات التلبس معالي المستشار في قانون الاجراءات الجنائيه ولا غيرها، ان هو يرى الجريمه باحد حواسه فقط لا غير. لكن ان الضابط هنا ياخد المتهم ويقبض عليه هنا في حاله قبض حتى لو كانت برهه يسيره، القانون قال كده حتى لو كانت برهه يسيره، ويقبض عليه ويجبره على اجراء مثل هذا التحليل الذي هو تعد صارخ وضربا بقانون الاجراءات الجنائيه عرض الحائط، اللي هو حمى المواطن الذي يعيش بجمهوريه مصر العربيه، اللي هو منعه من ثمة اجراء ضبط دون حاله تلبس. اذا من المفترض ان يكون القبض هو تالي لحاله التلبس او لاحق لحاله التلبس، ولكن هنا القبض بيتم قبل حالة التلبس. يبقى أنا عندي النهاردة الإجراء اللي تم من ضابط الواقعة هو في مجمله إجراء باطلا من استيقاف ومن قبض